أهلا بكم في قناتنا قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. بعد انتقاده لمسلسل ابتسم أيها الجنرال، أنبأ عن انفصال باسم يخور ورنا الحريري. تداولت حسابات إخبارية أنباء عن انفصال الفنان السوري باسم يخور عن زوجته الكاتبة السورية رنا الحريري، وسط تساؤلات المتابعين عن صحة ذلك. وجاءت الأنباء بعد إلغاء الكاتبة السورية متابعة زوجها عبر حسابها في موقع انستغرام، كما أن من الملاحظ عبر حساب الحريري حذفها جميع الصور التي تجمعها بزوجها السوري باسم يخور، بينما لا تزال هي من ضمن متابعي زوجها، وكذلك لا تزال صورها معه على حسابه في انستغرام. وزادت الكاتبة من شكوك المتابعين عندما نشرت رسالة عبر الستوري بحسابها في انستغرام بعد حذف الصور، وقالت: الحياة لا تصبح أسهل، أنت الذي تصبح أقوى. كما ألمحت في رسالة أخرى إلى أنه من المهم تلقي الدعم دون أن تتطرق إلى ضرورة دعم الزوج. الحياة مو شرط تكون سهلة، للأسف الحياة مو سهلة على حدا، وأكيد كل إنسان ممكن يحس بالضعف في أوقات كثيرة، بس إذا في الحياة شخص واحد بدعمك وبحبك بصدق، صديق حقيقي أو ممكن حدا من أهلك، راح ترجع تتقوى وتتماسك، وراح تقدر تتغلب على كل الصعوبات التي تواجهك. وزعمت الأنباء المتداولة بأن الانفصال بين باسم ورنا تم بهدوء وبعيدا عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكما أشارت إلى أن انفصالهما تم قبل مدة وليس في الوقت الحالي كما هو متداول. ورغم هذه الضجة حول الانفصال، فإن باسم يخور ورنا حريري التزما الصمت ولم يردا حتى الآن. واذكر أن الثنائي لديهما طفل وحيد ويدعى روي. وفي وقت سابق انتقد الفنان السوري باسم يخور الهجوم الحاد والتهديدات التي تلقاها من قبل المتابعين بعد إبدائه رأيه في مسلسل ابتسم أيها الجنرال، والذي تم عرضه في رمضان 2023. ورد يخور على التعليقات المسيئة عبر خاصية ستوري في حسابه في انستغرام، متسائلا إن كان رأيه في العمل يستحق هذه التهديدات.